الماسونية العالمية لما لقت ان عندها مشكلة في اظهار اسمها في منطقة الشرق الاوسط غيرت وعملت زي ما قلنا نوادي الروتري ونوادي الليونز. وكان المركز الرئيسي للماسونية العالمية في منطقة الشرق الاوسط كان في بيروت، ولكن فتشوا عن مكان تاني افضل يكون اكثر جاهزية والناس ما تبقاش واخدة بالها منه، فلقوا لقوا الإمارات العربية، الصحراء الجرداء. إزاي يقدروا يبنوا حصن حصين للماسونية في منطقة الشرق الأوسط في بلد صحراء؟ هنشوف عملوا إيه كده في الإمارات العربية. تعرف الإمارات بخاصة دبي بأنها حاضرة التسوق والتجارة في العالم، غير أن الحقيقة دائما لها أكثر من جانب. فالبلد الذي تحول فجأة من صحراء جرداء إلى ناطحات سحاب ومنتجعات كان لها تحول ونمو في أشياء أخرى غير العمران والبناء. الإمارات للي كان فاكر الإمارات للي راح للإمارات قبل سنة 2000، الإمارات في بداية التسعينات كانت مجرد صحراء وما كانش عندها حتى موارد تنفق على نفسها، وكانت الكويت تتكفل إنفاقا على الإمارات وعلى البحرين لأنهم دولتين فقيرتين. تصوروا، تصدقوا؟ أيوة، في التسعينات كان وقت نهاية حكم الإنجليز لهونج كونج. تصوروا أن كانوا بيخططوا ينقلوا مركز الماسونية إلى منطقة الشرق الأوسط مع انتقال المركز العالمي التجاري في منطقة الشرق الأوسط. عرضوا نقل هونج كونج ونشاط هونج كونج على بلدين. فكروا في مصر سنة 70 لأن كان بيخططوا قبلها ب20 سنة عشان يقدروا ينقلوا، فلقوا أن مصر لسه خارجة من حرب مع إسرائيل وأن الجو العام في مصر لسه مش مهيأ يقبل التغيير اللي حصل بالفعل في مصر بعد حوالي 20 أو 30 سنة واللي قاده حسني مبارك، التغيير الشامل للفكر والعقيدة المصرية. والمصري بقى يقدر يقبل الصهيونية واليهودية وإسرائيل ويقدر يتخلى عن دينه لأنه أصبح شخصية لدنة طرية ما يهمهوش أو العقيدة، يهمه الأكل والشرب، يهمه العربيات اللي عايز يركبها والبيوت اللي عايز يبنيها، والحياة اللي للأسف لا حصل عليها ولا هيقدر يحصل عليها، لأنك لما تبيع دينك ما تقدرش تحصل بعد بيع الدين على أي حاجة. بس المكان التاني كان إيه؟ تعالوا نشوف الإمارات العربية من الصحراء إلى أبراج تناطح السماء، ثم نعرف مين المكان التاني. فأبناء آل نهيان باتوا أعضاء في نوادي الروتري والليونز والأنرويل الماسونية، وهي الذراع الخفي للصهيونية. أرادوا لبلدهم كل خير، ترف ومتعة وله، أو 10 ملايين لتر من الخمر سنويا. تلك مفردات المشهد في دبي وشوارعها. الإمارات من الصحراء إلى ناطحات السحاب، إلى العمارات التي تناطح السماء. الإمارات ما كانتش هي الاختيار الأول، الاختيار الأول كان الكويت. أيوة، الكويت في فترة الثمانينات وفي فترة التسعينات كانت باريس منطقة الخليج. كان الخليجيين بيرحلوا إلى الكويت في الأجازة في العطلات عشان يستمتعوا بالشكل الجميل وبالحداثة وبكل ما يمكن أن يكون متواجد في أوروبا وفي أمريكا، لأن الكويت كانت الأحدث على الإطلاق. عرضوا في بداية السبعينات على الشيخ صباح رحمه الله، كان حاكم كويتي عربي أصيل مسلم بجد، كان بيحب دينه. عرضوا عليه ينقلوا منطقة هونج كونج أو تجارة هونج كونج إلى الكويت، والراجل لما سأل ودرس عرف إن ده فخ لابد يتنازل فيه عن دينه، عن أخلاقه، عن قيم العروبة وشرف العربي، لأن لابد تبقى منطقة دعارة وخمور وميسر اللي هي بقت فيهم دلوقتي الإمارات
أكبر دولة تستهلك الخمور في العالم، أكثر من 10 مليون لتر خمور يستهلك كل سنة. فين؟ يستهلك في الإمارات. أكبر بيوت دعارة مرخصة هي في الإمارات. أكبر نوادي ليلية للعب الميسر هي الإمارات. قالوا له هنخلي بلدك رقم 1 في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحداثة والشكل والمظهر المتقدم. قال لهم إيه؟ قال لهم الدين الإسلامي عندي أهم من إن الكويت تكون رقم 1 في العالم، مش في الشرق الأوسط.